السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم شخباركم حبايب قلبي؟ اليوم درسنا كيفية ضرب الحساب انتحال شخصية. طبعا حتى الحساب المؤكد يتضرب بالانتحال شخصية. طبعا الطريقة معروفة بس تطبقوا هنا من بعض اللي هو تسلم. بس شرح ضرب حساب انتحال شخصية ممكن. وكذلك في الشرح الثاني هم طالبين من يمي هذا الانتحال شخصية. نبدأ بالشرح. أول خطوة ندخل أي متصفح عندك، مثلا هذا المتصفح جوجل كروم. هسه نغير هذا الحساب، هضرب انتحال شخصية. بس طبعا أنا سويت حساب نفسه، هذا هو مثل ما تلاحظون. هذا الحساب اللي سويته هسه راح أضرب بيه ذاك الحساب انتحال. أول شي تسوي الحساب العامة، الاسم تخلي الاسم الأساسي مثلا أبو وش اسمه الاسم الأساسي هذا أبو بكر حسين، هذا الاسم الأساسي. أما إعدادات الشهر راح يكون بلغة معينة. نجعل الإعداد، بعدين الإعدادات العامة بتخلي الأساسي أبو بكر حسين، وتخلي اسم مكتوب بلغة معينة. جلاد الشيعة اللي هو هذا. بعدين تجي على الصور، تخلي مثلا صورة الشخص نفسه اللي ذاك صار ضرب انتحال، وهنا هم تخلي نفس الصورة، تخلي من الكنية. بعدين نجي المواليد، نغير المواليد، نخلي نفس المواليد اللي بالحساب. طبعا هذا المواليد حتى أجي ضرب انتحال شخصية. هذا هو تاريخ إنشاء الحساب مالته 1964 1/1. نجي ندخل على الشخص، مثلا هو هذا. تجعل مزيد إبلاغ عن الصفحة الشخصية، انتحال شخصية شخص آخر أنا. تعطيه تقديم للفيسبوك ومن ثم تسوي له تم. نعم، تنتظر 24 ساعة حبايب قلبي. طبعا الحساب راح يطير حتى لو كان مؤكد. راح بعثلكم رابط أيضا الحساب أسفل الفيديو حتى تبلغون عليه بلاغات. إن شاء الله حبايب قلبي عجبكم الشرح. إذا عجبك الشرح اشترك بالقناة ليصلك كل جديد.